اهلا يا برج الثور. تعالى نشوف رسائل الحبيب النهارده ليك ايه. رسائل حبيب برج الثور. انتوا عاملين ببعض بلوك ولا ايه؟ ايه ده التهريج ده؟ هو بص بيقولك ان انت وحشه جدا، وان هو عدى بدرس صعب قوي في الفترة الأخيرة دي، وحقيقي عايز يجي عشان يحكي لك على اللي حصل له. بس هو زي في الليلة المظلمة للروح، اللي هو بتبقى فترة كده الإنسان بيعدي بيها، بيحس إن هو مكتئب متضايق، عايز يقعد لوحده، مش عايز يتكلم مع حد. بيبتدي بقى يفكر هو ليه وعشان ايه، وانا كده فين، وانا عايش ليه، وانا هنا بعمل ايه. بتبتدي ديتها، وبس بعديها في الوقت ده بتحصل صحوة كده. فبيبتدي الانسان يرتب حياته ويشيل الحاجات اللي من حياته اللي هي مش بتخدمه، ويحط حاجات تانية، وبيتطور يعني في كروح. فبالتالي بيتطور في حياته. فهو بيقولك جايلك، هو بس دلوقتي بيعمل مديتيشن، مش هعملك بلوك حاجة. بيعمل مديتيشن وبيهدى كده، وبيحاول يستجمع قوته، وان انت وحشه قوي، وان انت دايما كمان بتفكره بايام طفولته، ايام لما كان سعيد وسط اهله ومبسوط. وان انت وحشه قوي قوي قوي، بيحترق. بيحترق. وان ان انت كل حاجة انا تمنيتها في حياتي فيك انت. وانا متاكد منك، وظاهر مثلا لو في خلاف ما بينكم او كده، هو مش الخلاف دوت مش عشان هو مش متاكد منك او كده، لا هو بيقولك انا متاكد منك، وانا عارف ان انت اللي عايزه، وانت فيك كل حاجه انا محتاجها، وان انا بحبها، وان انا كنت املها في حياتي. بس المشكله فيه، هو زي ما يكون هو مصدوم ان هو فجاه لقى حاجات كتير اللي هو بيحبها في الشريك حياته. فعارف الناس بتخاف كده ساعات، بيخافوا، فلما بيخافوا يفقدوا اللي قدامه من كتر ما بيحبوه فبيفقدوه فعلا، او بيبتدي يبقى في مشاكل كتير او كده، حاجة ليها علاقة بالطفل الداخلي كده، بس نبقى نحكي عليها بعدين. بس على العموم ان هو بيقولك ان هو بيحبك قوي، ولو في انفصال هو راجع قريب قوي. شكرا يا برج الثور.